سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده يا رب. يوم جديد وصفه جديده. اليوم البنات غنشارك معكم هاد بسيطلات ديال الدجاج او ميني بسطيله ديال الدجاج بالمذاق ديال الحوت. كيجيو زوينين بزاف البنات، غادي يعجبوكم. خليوهم سجلوهم عندكم لرمضان ان شاء الله، وخليكم مع الفيديو حتى الاخير. ما تنسوش اللايك بطبيعه الحال الى عجبكم الفيديو. هنايا البنات غادي نحتاجو نص كيلو ديال الدقيق الابيض، او 5 الكؤوس عفوا ديال العنبه، معلقه صغيره ديال الملح، بيضه وشويه ديال الملحه والماء. هنايا البنات هاد العجينه ديال البيض تتجي زوينه بزاف، سحريه، غادي تعجبكم البنات. غير جربوها وردوا عليا الخبر. صافي هنايا البنات كنخلط هذيك البيضه مع شويه الماء، ما تخلطوهاش ديريكت مع العجينه باش ما تلصقش ليكم. صافي هنايا كنجمعوا العجين عادي، وكنخليه شويه شاد راسو، وكندلكوه مزيان. تنعطيو واحد شويه الوقت في الدليك، تقريبا واحد 10 دقائق ديال الدليك. صافي وغادي نجمع العجين ديالي في السلوفان، وغادي نخليه يرتاح شويه. هنايا من بعد ما ارتاح البنات غادي نقسمو على ربعه عفوا، ومن بعد غادي ندير 5 الكويرات. استعنت بالميزان باش يجيني العبار ديال الكويرات يكون مقاد. كل كويره البنات درت فيها 212 غرام او 10 غرام على حسب. صافي هنايا غادي نخلي العجين يرتاح واحد 15 دقيقه. هنايا غادي ندوز في واحد المقله، غادي ندير شويه ديال زيت الزيتون وواحد البصله مشلضه، وعندي هنايا 2 دروس ديال الثوم. صافي غادي نحرك ديك البصله حتى تشحر شويه، وغادي نزيد عليها هنايا البنات تقريبا كيلو الا ربع ديال لاداند. بغيتو ديروا الدجاج ديروا، المهم اللي عندكم البنات. دجاج لاداند اللي كان، انا هنايا كان عندي لاداند درتو. بالنسبه للعطريه شويه البزار، شويه الخرقوم، سكنجبير، تحميره او بابريكا. وهنايا البنات هذه العطريه ديال الحوت او ديال الكروفيت. الا ما عندكمش البنات ديروا هذه ضامه ديال الكنور حتى هي راه مزيانه. صافي هنايا كنخلطوا الخليط مزيان، وكنشحروا هذاك لاداند مزيان. صراحه البنات غير جربوا هاد الحشو هذا، كيجي زوين بزاف، غادي يعجبكم. هنايا شويه ديال الربيع، قزبره معدنوس، شويه ديال الهريسه، والسر هو هاد لاصوص الصوجا البنات ديروها، راه كتجي خطيره الا عندكم البنات. غير شريوها وجدوها لهاد رمضان على حساب هكا التعمر، راه كتجي كتحمق. صافي البنات هنا غادي نخلط مزيان الخليط، وغادي نسد عليه شويه يطيب. في مقله اخرى غادي ندير شويه ديال زيت الزيتون، وغادي ندير واحد البصله مشلضه. هنا البنات درت 2 بصلات وقسمتهم على 2، نص في المقله ديال الدجاج ونص في مقله واحده. هنا غادي نخلي هذيك البصله شويه طيح، وغادي نزيد عليها واحد الحبه ديال الفلفله الحمراء. الفلفله الحمراء البنات كتجي زوينه بزاف، تتواتى مع هذا النوع من التعمر ديال الدجاج واسمه، كتجي زوينه خصوصا الحوت. الا كان الحوت من الاحسن. هنايا البنات غادي ندير تقريبا واحد 200 غرام. المهم حتى نخلي لكم المقادير في صندوق الوصف. غادي نخليها تطلق شويه. وهنايا في هاد الطحانه البنات، هاد الهاشوار، غادي ندير واحد العلبه ديال الشامبينيون وشويه ديال المسير، شويه ديال الزيتون. هذا الكابرا البنات راه جربوها البنات، راه حتى هو راه تيحمق، تيجي زوين. الا لقيتوه من الاحسن، ما لقيتوش بلاش ما ديروش. صافي البنات هنايا غادي نزيد هذيك البصله مع الفلفله اللي شحرت، وغادي نزيد على هذيك الشعريه الصينيه من بعد ما طلقات، شويه ديال الربيع، وغادي نزيد هذاك الخليط اللي طحنت. حاولوا تطحنوه مزيان البنات تيولي بحال هكا. ونزيد العطريه اللي درت من الاول، شويه البزار، شويه خرقوم، بابريكا او تحميره، شويه ديال العطريه ديال الكروفيت. هاد العطريه البنات حتى هي راه زوينه ديال الكروفيت، الا لقيتوها راه تتكون مالحه. هنايا غادي نزيد 2 معالق ديال الحامض، العسل الحامض، ومعلقه ديال صلصه الصويا. هاد الصلصه البنات خطيره البنات، غير خذوها، راه ما غاديش تندموا عليها. زوينه في هكا لي فاخس او الحشو، تكون زوينه. المهم تعطي واحد المذاق زوين خصوصا مع الحوت. صافي هنايا من بعد ما ارتاح ليا العجين غادي نعجن البنات. العجين ديالي تقراص بحال مسمن تماما، بحال بندير مسمن. غادي نورق مزيان هاد العجينه البنات.
ما درتهاش بالتعمير البنات، ما البسيطلات ما درتهمش كما شفتوا ما درتهمش بالورقه، غادي نديرهم اليوم بالورقه ديال مسمن، وكتجي زوينه البنات، تحلفوا عليها بحال الورقه ديال الفيلو. غير جربوها البنات راه ما غادي تشكروني عليها. المهم هذا هو الشكل، بحال بينا نديرو مسمن عادي البنات مربع. هنايا تنورق بالزبده بطبيعه الحال. المهم البنات حاولوا ترققوها تورقوها مزيان حتى يبان لكم السطح العمل. ضروري البنات من هذه المرحله حيت باش يعطيكم هذاك الفيطاج يكون زوين. صافي هنايا من بعد ما كملت كاع الكويرات ديال العجين، هنايا غادي نبدا باول وحده اللي صاوبت، غادي نرققها على هذا الشكل هذا. المهم خليكم مع الفيديو. كما كتشوفوا البنات هنا غادي نقسمها على 4. القياس تقريبا 15 على 15 تقريبا، هذا هو القياس. المهم عينكم ميزانكم. صافي هنايا كنعزلهم وكنجيب واحد زليفه او قطعه كما كتشوفوا بحال هكا اللي يعجبكم. انا اختاريت هذه الزليفه، جاتني براتيك وسهله. غادي ندهنها بشويه ديال الزبده ولا الزيت، وغادي نحط هكايا المسمنات اللي صاوبت او الوريقات، وغادي ندير واحد تقريبا 2 معلقات كبار. هنايا درت في هذيك زليفه صغيره باش يجيني العباره مقاد. وهنايا هاد العمليه البنات ضروريه. هنايا كتجمعوا العجين وكتحيدوا هذاك الزائد باش ما يبقاش لكم عجينه غليظه من التحت. المهم كتحيدوا داك الزائد ضروري من هاد المرحله البنات باش ما تكونش، باش تكون مزيانه في الماكله. صافي هذا هو الشكل ديالها البنات. بغيتو تزيدوا زعما تخبزوها شويه هكا تبسطوها من الاحسن. هنايا البنات القياس ديال الزليفه غادي نعطيكم هو 10 سنتيم، ما بين 9 حتى ل 10 سنتيم. هذا هو القياس اللي درت في هذه الزليفه باش يجيوكم البسيطلات. مهم قياس اللي لا باس به وفردي، زعما ما يكونش ما كبير ما صغير. المهم راكم فهمتوني البنات. صافي هنايا كنكملوا العمليه كما العاده، كنكملوا كاع العجين تقريبا كل شيء القياس ديال. المهم غادي نقول لكم من بعد شحال من حبه عطاتني. صافي وهنايا غادي نكمل التوراق كما قلت لكم، وخليكم مع الفيديو. هنايا البنات واحد الملاحظه، الى العجين اللي شاط لكم اللي كتحيدوا داك الزوائد تقدروا تجمعوه في الاخر وديروا كويره وديروا به مسمنه، راه كيجي بحال ملويه. المهم ما يضيعش حتى هو. المهم تخليوها هكاك خاويه وطيبوها بوحدها حتى هو راه كيجي زوين. صافي البنات كما كتشوفوا العمليه سهله. زعما اش نقول لكم، والله الا هاد الورقه ديال المسمن والله الا كتجي زوينه، ومن بعد الا بردوا كتسخنيهم كيرجعوا كيما بحال يلا طيبتيهم. غير جربوها البنات وراه غادي تعجبكم، وسجلوها حتى لرمضان ان شاء الله. المهم خليكم مع الفيديو حتى الاخير. هذا هو البنات. هنايا من بعد ما كملت الطاوه ديالي، هنايا الطاوه بالنسبه للفران ديال الضو هزت لي هاد 12 حبه. وهنايا غادي ندهنها بشويه ديال الزيت والبابريكا او التحميره باش تعطيني شويه اللون، وغادي نتقلبهم هكا بالكيردون ضروري باش يتنفسوا باش ما يتفرقعوش لينا هذيك العجينه ما تتفرقعش. هنايا البنات الطياب هو السر. غادي نشارك معكم جميع المراحل. هنايا غادي نديرو في الرف الاخير او الرف الاول. هنايا غادي نشعل على الفران من التحت كما كنوريكم. ضروري البنات غير تبعوا معايا باش ننجح معكم هاد البسيطلات. هنايا العافيه كما كتشوفوا درتها في 250. المهم يكون الفران سخون بزاف. هنا عندي 250 راه سخونه بزاف. غادي نخليهم تقريبا غير يتشمعوا غير يتنفخوا شويه كما كتشوفوا. هنايا كما كتشوفوا راني دايرهم في التحت وشعليهم العافيه من التحت. من بعد غادي نجبدهم وغادي نقلبهم كما كتشوفوا. هذا هو السر البنات ديال البسطيلات باش يجوكم زوينين في المنظر، باش ما يعطيوكمش هذيك التفرقعه ديال الفوق، تكون الورقه شويه مشتته ما تيكونوش زوينين في المنظر. الا بغيتو ديروا هكا شي ديكور، هذا هو السر البنات. هاد القلبه هذا هو السر. المهم هنايا غادي نقلبهم وغادي نهزهم للرف الثاني او الوسط،
وغادي نشعل عليهم الفران عادي من الفوق ومن التحت او الفرفاره، وغادي نهبطوا درجه الحراره تقريبا 180 حتى ل 190. صافي هنايا من بعد ما طابوا تقريبا خداو ليا شي 45 دقيقه ما يطيبوا على خاطرهم. مهم ردوا لهم البال باش ما يتحرقوش. هنايا غادي نزيد عليهم شويه ديال الفرomاج او موتزاريلا، وغادي ندخلهم شويه تيذوب هذاك الفرomاج، وغادي نزيد عليهم شويه ديال الربيع او القزبر او معدنوس او اللي كان. المهم هنايا البنات غادي نشارك معكم وحده غادي تشوفوا القرمشه كي دايره. انا راه باقي سخونه. المهم البنات راه يلا خرجت من الفران. هذا هي الشكل النهائي البنات كما كتشوفوا. هذه هي القرمشه البنات، كنتمنى تعجبكم. غير جربوها البنات راه غادي تنجح معكم، ناجحه 100%. صافي البنات هذا هو طبق التقديم. هنايا قدمتهم في هاد لي بواط هادو هكايا عراضه او دوموند او اللي كان. مهم كيحافظوا تتبقى محافظه عليهم على هذا الشكل هذا. المهم كنتمنى يعجبكم الشكل النهائي وتجربوهم البنات. اللي جرباتهم تخليهم لي في التعاليق، وما تنسونيش من اللايكات بطبيعه الحال. وبسلام عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.